مباراة كوريا الشمالية والمنتخب السوري تم تحديد أرضية الملعب. إذا مباراة سوريا مع كوريا الشمالية تم تحديد أرضية الملعب وموعد المباراة. الخبر الثاني هكتور كوبر ومصيره مع المنتخب السوري ومتى موعد رحيله. الخبر الثالث عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد الرياضي رسميا يصرح بعد عودة عمر السومة إلى المنتخب بتصريح رسمي. يعني اليوم شاهدنا تصريح لعبد الرحمن الخطيب بشأن موضوع عمر السومة وعودته إلى المنتخب وما هي الأسباب. كل هذا ولكن بعد الفاصل. لكن قبل البداية أشكر كل شخص اشترك في هذه القناة. أخوتي حملة توصيل هذه القناة إلى 1000 مشترك وأنتم قد هذه المسؤولية. الله يبارك بأعماركم، لا تبخلون علي بالاشتراك حتى نصل 1000 مشترك. جزاكم الله ألف خير. انطلقنا بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتي. بالبداية نبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. إذا نبتدئ بمباراة سوريا وكوريا الشمالية المرتقبة الشيقة. هذه المباراة الجميع ينتظرها، عشاق كرة القدم في سوريا الكل ينتظر هذه المباراة بفارق الصبر. الكل عم يعد الأيام، يمكن باقي 57 يوم على هذه المباراة. لكن الخبر الذي صدر من الاتحاد الكوري انه المباراة سوف تقام رسميا، سوف تقام مباراة سوريا وكوريا الشمالية في كوريا الشمالية. فهذا الخبر مؤسف للجماهير السورية، والمؤسف الأكثر انه المباراة ما راح يكون فيها نقل تلفزيوني، فهناك راح تكون لعبة، كما اعتقد انه راح تكون لعبة من الاتحاد الكوري كما كان في مباراة شاهدناها بال 2019 مباراة كوريا الشمالية مع لبنان. المباراة لم تنقل الا بثاني نهار، بعد ما انتهت المباراة بثاني نهار نقلت المباراة بث لمباراة لبنان وكوريا الشمالية بعدما فازت كوريا الشمالية على لبنان. وقتها يمكن اتذكر انه 2-0 لكوريا الشمالية. فالسيناريو يمكن راح يكون مع المنتخب السوري، واحنا ما نتأمل لهذا التأمل، ولكن الكوريين رفضوا والاتحاد الآسيوي نايم ولا هو صاحي على هذا الموضوع، ولا كأنه حدا عم ينادي. رغم الاتحاد الرياضي السوري قدم طلب إلى الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الآسيوي أخبر الكوريين، لكن الكوريين كانوا أذكياء جدا وأعطاهم مشان المباراة وموعدها. فالكوريين كانوا أذكياء، هم مثل ما يسوون باليابانيين عم يعيدون السيناريو مع السوريين. إذا مباراة الكوريين اليوم أصدروها الاتحاد الرياضي، قال إنه مباراة سوريا مع كوريا راح تكون بأرض كوريا الشمالية ولا يكون هناك نقل تلفزيوني لمباراة سوريا وكوريا. الكل عمال يسأل، الكل عم يتساءل إنه هل في نقل تلفزيوني من عم الأخبار أول بأول عم أجيب لكم إياها من فضل الله. فالأخبار اللي وصلتني بعون الله عز وجل لن يكون هناك نقل تلفزيوني لمباراة كوريا الشمالية مع المنتخب السوري، وهذا أمر مؤسف صدقا للجماهير السورية. الكل مرتقب كان هذه المباراة. الكوريون قالوا أنه ما راح يكون نقل تلفزيوني ولكن سوف نبث المباراة بث. فهم قصدهم راح يعيدون سيناريو مباراة كوريا الشمالية مع لبنان ب 2019. فالأمور إن شاء الأمور بيد المنتخب السوري. لازم تجاوز أي ردة فعل من الكوريين. لازم المنتخب السوري يكون باستعداد الجاهزية التامة. والمنتخب يعني شفنا المنتخب السوري بعد التطور الكبير لدى المنتخب السوري بعد اللاعبين الكم الهائل الآتي من اللاعبين. شاهدنا عدة لاعبين بعد رجوع عمر السومة ومحمود داوود، يعني حارس عملاق مثل سبيان جليل الكل يشهد له. فالمنتخب اليوم نشاهد منتخب صنديد في أرضية الملعب. يعني الكوريين على فكرة التعليق عمال تجي من الأخوة عم يفكرون إنه كوريا الشمالية عم يخربطون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. يا جماعة كوريا الشمالية شيء، كوريا الجنوبية شيء. المنتخب السوري الحز مستواه أعلى من مستواه بالقيمة السوقية، مستواه باللاعبين يباهي كوريا الشمالية.
الفرق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فرق شاسع، لأن كوريا الجنوبية هم من يمتلكون سون، أما كوريا الشمالية غير، ما يخربطون الجماهير عم تخربط بين كوريا الشمالية. بعض الجماهير الأخوة يفكرون أن كوريا الشمالية هي اللي موجود عندها سون، لا، سون مو موجود بكوريا الجنوبية. فنسأل الله عز وجل توفيق المنتخب السوري في 6/6. كل هي الأيام عمال تقترب، والجماهير السورية كلها متشوقة لهذه المباراة. طبعا حتى مباراة اليابان احنا انظرنا لمباراة اليابان. انا اريد انتظر مباراة اليابان اكثر من مباراة كوريا، لاني متأمل مباراة كوريا خير ان شاء الله وراح نتجاوزها، بس اريد نشوف مباراة اليابان حتى نسحقهم في ارض اليابان، حتى نسحقهم في ديارهم، ويرفعوا الراية السورية في ارض اليابانيين حتى صرعونا بالمنتخب الياباني. فاحنا حتى يا جماعه احنا عندنا لاعبين على مستوى عالي، لاعبين كلياتهم عم يلعبون بالدول الاوروبيه كلها، بالارجنتين وبالسويد، يعني لا تستهونوا بلاعبيننا، فراح يقدمون باذن الله مستوى جيد. احنا خسرنا كوريا هين 1-0، واليابان خسر كوريا يعني بطلوع الروح 1-0، فاليابان ليس على ما يرام، واحنا راح نتجاوز المنتخبين ونتاهل. فرغم انه تحصيل حاصل مباراة اليابان، ولكني اريد اشوف اللاعبين على ارضية الملعب، واريد نثبت ان شاء الله للعالم انه المنتخب السوري قد المسؤولية. مصير هكتور كوبر مع المنتخب السوري. طبعا مصير هكتور كوبر واقف على مباراة كوريا واليابان. اذا فاز هكتور كوبر وتجاوز هذه المرحلة طبعا راح يكمل هكتور كوبر، اما اذا خسر المباراتين هكتور كوبر والمنتخب السوري لا سمح الله ما تأهل الى الدور القادم، فهكتور كوبر مصيره اتوقع انه راح يغادر المنتخب السوري. فقدوم عمر السومة اتوقع راح يحطون عمر السومة هو بواجهة المدفع، كما نتوقع الجماهير السورية كلها عرفانة انه قدوم عمر السومة الى المنتخب، هم رجع عمر السومة الى المنتخب، حتى بحيث الخسارة الاتحاد الرياضي يطلع براني، هكتور كوبر براني، الكل تقع براس عمر السومة. فالامور يعني المنتخب فوق الجميع، بالنهاية فوق الجميع. احنا نتمنى انه المنتخب السوري يتأهل وهو قد المسؤولية. انا من جهتي ظان انه راح يتجاوز المنتخب الكوري، والمنتخب مو صعب على المنتخب الياباني، يعني من اليابان حتى لاعبينا عم يأدون بأنديتهم اعلى مستوى، والصحافة كلها عم تتكلم عن لاعبين المنتخب السوري. فالمنتخب الكوري من جهة المنتخب الكوري منتخب عادي، والمنتخب الياباني بس بسيط، يعني بس أرضية الملعب. المنتخب السوري لازم هكتور كوبر يغير طريقة انهاج الحالة الدفاعية وينتقل إلى الحاجة الهجومية، لأنه يمتلك لاعبين ما ظلوا حجة، محمود دهول، عمر السومة، عمر خريبين على أداء، يعني والله ما بدي أتكلم لأنه الجمهور السوري عارف شايف اللاعبين، وما بدي أتكلم لأنه أرضية الملعب سوف تشهد، وأرضية الملعب هي الحاكم العادل. فهكتور كوبر مصير مباراة كوريا واليابان، إذا فاز بقي، وإذا خسر أتوقع راح يأتوا بمدرب ثاني، هذا ما أتوقع. يعني تصريح عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد الرياضي السوري بشأن عودة عمر السومة، طبعا صرح قال إنه عمر السومة هكتور كوبر هو الذي دعا عمر السومة إلى المنتخب، فهذه رغبة هكتور كوبر، وقال إنه عمر السومة رجع من دون أي شروط، وتكلم أيضا أنه الشخص الأول الذي كان في يتكلم عن عمر السومة ويريد رجعته هو محمود داوود، على طول يتكلم عن عمر السومة، وكان يعني عمر خريبين هو الحل، وهو السبب الوحيد الذي كان هناك ضغط من عمر خريبين. طبعا ويتكلم عمر خريبين عن رجوع عمر السومة، فعمر خريبين هو يعني مثل ما قال عبد الرحمن الخطيب انه عمر خريبين مساهمة كبيرة في رجوع عمر السومة. ومحمود داوود على طول مع اللاعبين يتكلم، وعن الاتحاد الرياضي يتكلم عن عمر السومة. فعمر السومة محبوب لدى الجماهير السورية ومحبوب لدى اللاعبين، حتى تكلم قائلا بأن عمر السومة تكلم اتصالا هاتفيا مع اللاعبين وجماعيا يتكلم مع اللاعبين، والكل أيد رجعة عمر السومة. فإن شاء الله يكون يعني الأمور جيدة بعون الله عز وجل، وتآلف المنتخب السوري، لأنه إحنا نحتاج للتآلف قبل مباراة كوريا واليابان.
طبعا حتى تكلم في آخر اللقاء، في آخر التصريح عبد الرحمن الخطيب قائلا أنه هذه الصفحة المشاكل طويناها وبدأنا بصفحة جديدة، ولا نترك للمجال للذين يريدون أن يسووا مشاكل بين المنتخب، وهم رايدين يسوون يتكلمون بشأن مصالحهم الشخصية. وأنا بدي أقول أنه بالتوفيق للمنتخب السوري، ما يهمنا لا عبد الرحمن الخطيب ولا غيره، احنا يهمنا المنتخب السوري. والمنتخب السوري فرحة لكل الجماهير السورية. طبعا الجماهير السورية من حقها ان تفرح. الشغلة مي واقفة لا على عمر السومة ولا واقفة على اي لاعب طبعا قادم المنتخب السوري. بالنسبة للاعبين عم يتكلمون انه راح ياتي اليوم خلص مرقة فلان، غير السبسيان جليل حارس المنتخب السوري هو خلص مراقه وجاهز. اما اكثر من لاعب الصفقات كلياتها فشلت. وبالنسبه اذا كان في تجديد للصفقات يمكن للشهر التاسع، الحس حاليا ما راح يجيبون ولا لاعب مثل ما تكلم هكتور كوبر. فالامور ان شاء الله على خير، واللاعبين يتالفون في ارضيه الملعب، والمنتخب ذاهب الى معسكر باذن الله مغلق، ومن بعدها استعدادا لمواجهة كوريا في 6/6. والأمور غريبة جدا، لا تقولون أنها بعيدة الأيام، فهي غريبة بعون الله. وفي نهاية الفيديو أتمنى منكم دوام الصحة والعافية، وأتمنى منكم توصيلي 1000 مشترك، فأنتم كفوا هذه المهمة إن شاء الله. وفي نهاية الفيديو أستودعكم بأمان الله أخوتي.